يسعد مساكن أصدقائي. اليوم أكلتنا محلاية بامتياز. طبعا ما تنسوا تحطوا التاتش ولمساتكم السحرية وأفكاركم بأي طبخة أو بأي وصفة انتو بتعملوها. مثل ما شايفين كيف زينتها وعملتها ألوان طبقات. جبت كيلو حليب، استخدمت له ظرف دريم ويب، علبة قشطة. طبعا كله على البارد. الفانيليا يا ريت تحطوها بودر ما تحطوها سائلة لأنه بتعطي نكهة أطيب وأفضل بكتير. وتقريبا جبت الحليب المكثف العلبة، حطيت تقريبا تلتة عشان ما تطلع حلوة كتير. ولكل كيلو تقريبا لتر حليب بياخد 4 معالق نشا وشوية ماء الزهر. ويا ريت تحطوا مستكة لأنه بتعطيها نكهة كتير كتير طيبة، بس ما كان موجود عندي وأنا عملت وصفتي الصبح. وحبيت شارككم الفيديو. ولازم تتحرك كتير منيح على البارد وبعدين بتحطوها على النار ومع التحريك المستمر. أكلة بصراحة جربتها المرة الماضية، بشكر الأخ والصديق العزيز أبو مالك على هالوصفة اللي عطاني إياها لأنها بجد جدا رائعة. فساويتها من يومين وهلأ رجعت كررتها لأنه فعلا كتير طلعت طيبة. بس رجعت عملت أفكار جديدة وعملت تقريبا طبقات وألوان. يعني مثل ما قلت لكم حطوا لمساتكم السحرية أو فيكم تعملوها هيك مع البسكوت.